اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القصة دي للكاتبة المبدعة روني محمد، ويلا بينا نبدأ قصتنا. مروة كانت قاعدة في المطعم وجالها تليفون. أنا كنت عايزة أطلب أكل. وليه تتصل على تليفوني أنا؟ ما تتصل على تليفون مطعم. لا، عشان عايزك أنت اللي تجيبهولي. عايز 5 فرخات مشوية وقطري العظم. مروة رفعت حاجبها باستغراب وهي بتبص في التليفون. حضرتك عايزني أجيب لك الأكل بنفسي؟ أيوة. هو مش أنت برضو دليفري ولا أنا بتهيألي؟ أيوة تمام ماشي. عايز حاجة تانية؟ عايز العظم يكون كتير، ما تنسيش. عظم؟ هو أنت بتاكل الأكل ده ولا بتعمل بيه سحر؟ أنا ماليش في السحر، بس عندي كلب شرس بيحب العظم أكتر مني. طب ما تسيب الكلب يطلب بنفسه، يمكن يطلب حاجة تانية غير فراخ. لا، الكلب عنده ذوق بس مكسوف يعني يتكلم في التليفون. مروة أخدت العنوان وقفلت الخط وبعدها بصت لزمايلها. جايز 5 فراخ مشوية، بس حط بقى العظم في كيس لوحده، عندنا زبون مهم. وبعد وقت كانت مروة بتوصل الأوردر واستغربت لما وصلت لقصر مهجور. نزلت من الموتوسيكل. يا دي النيلة، القصر طلع مهجور، حد عامل فيها مقلب، ده أكيد منك لقليل اللي مشورتني على الفاضي، أما اتصل بيها هزقه. مسكت تليفونها وكانت لسه هتتصل، بس اتفاجئت إن هو بيرن، ولما ردت: واقفة عندك بتعملي إيه؟ ها؟ أنا هموت من جوه بسببك، يلا. ما أنت اللي مديني عنوان غلط، أنا واقفة قدام القصر وطلع مهجور. بقول لك إيه، قسما بالله لو ناوي تنصب عليا لفضحك بقى في شركات الاتصالات والشركات المجاورة. من غير كلام كتير، ادخلي، أنا جوه مستني. خلي بالك اوعى تكون من اياهم وعايز بقى تستفرد بيا، انا واخده بطوله ملاكمه 5 مرات. يا ستي انا اصلا مش بقدر اتحرك من مكاني، ادخلي ما تخافيش. امري لله، اما اشوف اخرتها. مروه اخدت شنطه الاكل وكانت هتتحرك، بس بصت حوالين القصر وهي بتبلع ريقها، مفيش اي حركه، بس النور كان مولع جوه كأن حد ساكن فعلا. اخدت نفس عميق وقالت لنفسها: بنت يا مروه، انت اقوى من كده، هتسلمي الاكل وتاخدي الفلوس وهتمشي على طول، مش اكتر ولا اقل. أول ما دخلت استغربت إن الأساس كان متهالك، والأغرب التراب والعنكبوت اللي في كل مكان وكأنه مهجور من سنين. يا ترى الراجل ده بيحب الرعب ولا إيه؟ هو إزاي عايش في مكان زي ده؟ يا هندسة، الأوردر وصل. أنا مش فاهمة إزاي بس قاعد في قصر مهجور كده. وفجأة صوته جه من وراها: أنا وراكي. لفت مروة وشافته قاعد على كرسي متحرك وبيقرب منها بصعوبة. بصت له بحزن، كان شكله بيقول إن الراجل عجوز في سن 80 أو 90، وظروفه الصحية هي سبب إن القصر يبقى بالشكل ده. صحيح الدنيا ما بتديش الإنسان كل حاجة. انتي تقصدي إيه؟ لا مفيش، المهم اتفضل بقى الأكل اهو. أخد منها شنطة الأكل وفتحه بسرعة وكأنه كان ملهوف لدرجة إنه كان بياكل بوحشية. مروة كانت متضايقة من شكله. حضرتك خدت الأكل، حاسبني بقى، خليني أمشي. شاور وهو بياكل على المكتب: افتحي الدرج ده، خدي اللي انت عايزاه وامشي. مروة راحت فتحت الدرج واتفاجئت انه مليان مجوهرات وذهب ومفهوش فلوس. ايه ده؟ حضرتك يعني هتدفع لي دهب بدل الفلوس ولا ايه؟ هارون خلص الاكل بسرعه رهيبه ومروه استغربت ده، حتى العظم ملوش اي اثر. خدي اللي يعجبك وامشي، بس ما تساليش اسئله كتيره. لا لا يا عم، مش ناقصه قضيه غسل اموال ولا سرقه اثار، انا عايزه فلوس عاديه ورقيه يعني تعرفها. الفلوس الورق مش عندي، لو عايزه مقابل هو ده المتاح. هو انت شغال ايه بالظبط؟ وازاي اتفرج كده في الدهب اللي عندك ده؟ ده اقل ختم فيهم يسوى تمن الوجبه 20 مره. انا كنت جعان، طلبت اكل وجبتيه، يبقى دلوقتي يا تاخدي مقابل يا اما تمشي من غيره. مروه فكرت انها لو مشيت هتخسر كتير، وخصوصا بقى ان تمن الوجبه كبير جدا، حوالي 1300 جنيه، وده يتخصم من مرتبها. فجاه عيونها وقعت على صوره قديمه مرميه على المكتب، كان فيها نفس الراجل اللي قدامها بس واقف جنب ناس لابسين لبس ملكي قديم. هتاخدي الخاتم ولا تمشي؟ مروه مسكت الخاتم بايديها وهي بتبص له بسرعه، كان تقيل وفي حجر غريب بيلمع بطريقه غريبه، بطريقه مش طبيعيه. حست بقشعريره وهي بتحطه في جيبها. تمام، انا هاخده كعربون يعني، ولما ارجع لك تاني عايزه فلوسي كاش، مفهوم؟ هارون ابتسم، بس فجاه مروه اخدت بالها ان ملامحه اتغيرت وكانه بقى شاب في 30. مفهوم جدا، بس يا ترى هتقدري بقى ترجعي؟ هبقى اعدي في اي وقت اخد الفلوس. راحت بسرعه ناحيه الباب وهي قلبها بيدق وخرجت بسرعه. ركبت الموتوسيكل بسرعه وشغلته، لكنها ما قدرتش تمنع نفسها من البصه الاخيره للقصر. كان مظلم تماما، كانه ما كانش منور اصلا. لما وصلت قلبها دق بسرعه، حطت ايديها على جيبها وتحسست على الخاتم. هو ايه ده؟ اوف، هو كان يوم باين من اوله، يا ريتني كنت خدت اجازه. كملت شغلها بعد ما دفعت فلوس الاكل من جيبها، واخر اليوم رجعت البيت اللي عايشه فيه مع صاحبتها وعد. مروه دخلت الشقه وحدفت الشنطه على الكنبه، كانت مرهقه بس عقلها لسه مشغول في اللي حصل. وعد كانت قاعده قدام التلفزيون
اهلا بالانسه، ايه الوش المنكوش ده؟ الزباين بتوعك كانوا وحوش ولا ايه؟ مروه طلعت الخاتم. وعد قسما بالله اللي حصل النهارده ما يحصلش خالص غير في الافلام الرعب. ليه يا بنتي؟ الزومبي هجموا على المطعم؟ لا مش هتصدقي، جالي طلب 5 فرخات مشويه ودفع لهم خاتم دهب. ايه مش معقول. لا انتي تقعدي بقى وتحكي لي الحكايه من اولها. وحكي كل حاجه حصلت. اللي بتحكيه ده ما يقولش ان الراجل ده من بشر. ما تخلينيش اتوتر، انا اصلا حاسه ان القصر ده كان كله غلط في غلط، والراجل نفسه كان كانه طالع من كتاب تاريخ. وعد قربت منها ومسكت الخاتم وبصت فيه، وبعد لحظه سكتت خالص. مالك يا بت ساكته كده ليه انت يا بت؟ وعد رفعت وشها ببطء وقالت بصوت غريب: مروه الخاتم ده مش عادي، انا شفته قبل كده. يا امي انت بتعملي كده ليه؟ شفتي فين؟ كان في كتاب تاريخ قديم عند جدي وكان مكتوب تحته خاتم اللعنه، انت كده هتتلعني بيه. يا نهار ابيض، انت بتقولي ايه؟ خاتم اللعنه؟ هي ناقصه؟ كنت بهزر معاكي يا هبله، انا اول مره اشوف. تعالي بقى نصوره ونعمل عليه سيرش، يمكن يطلع اثري وفي ايدينا ملايين. غبيه قوي. لا بقول لك ايه، انا اصلا هرجعه واخد فلوسي. يا بنتي وانت مش مستوعبه ان احنا ممكن نكون ماسكين كنز في ايدينا لو طلع اثري الحكومه تقدر تدفع لنا فيه ملايين. انا مش عايزه ملايين، انا عايزه فلوسي اللي دفعتها من جيبي وخلاص على كده. ده انا كنت شغاله طول اليوم على الفاضي. طب ما نجرب نعمل سيرش، مش هنخسر حاجه يعني. مروه اخدت نفس عميق، كانت مرهقه ودماغها مش مستحمله، لكنها برضو كانت فضوليه. ماشي بس بسرعه عشان بكره عندي شغل الصبح. وعد مسكت الخاتم صورته بالموبايل وبدات تبحث عنه على الانترنت. بعد لحظات: مروه الخاتم ده شبه واحد كان مملوك للملك قارون اللي اختفى في ظروف غامضه من 100 سنه. مروه بتتجمد في مكانها. ايه بتقولي ايه؟ وعد قالت بصوت عالي: الخاتم كان يقال انه ملعون، وكل من امتلكه اختفى بدون اي اثر، واخر مره شوهد كان في قصر الامير قبل اختفائه المفاجئ. القصر اللي انا استلمت فيه الاوردر هو نفس القصر ده. مروه كانت مصدومه ودخلت اوضتها، رفضت تتكلم تاني. وتاني يوم راحت المطعم وجالها تليفون من نفس الشخص. مروه بصت في الموبايل وهو بيرن ونفس الرقم ظهر قدامها. ردت وهي بتحاول تتحكم في اعصابها. الو، ايوه. الصوت من الناحيه التانيه بنفس الهدوء الغامض: عايزه اطلب نفس الاوردر بتاع امبارح. 5 فرخات مشويين. تمام، بس قبل ما اجهز الطلب انا هعدي عليك عشان ارجع لك الخاتم واخد بقى فلوسي مكانه. انت متاكده انك عايزه ترجعيه؟ ايوه، ومش عايزه اي حاجه منه، عايزه بس فلوسي وبس. ماشي تمام، هستناك على نفس العنوان. وقبل ما ترد عليه الخط اتقفل. مروه شالت السماعه من ودانها وبصت على الموبايل. حست ان الموضوع مش مريح، بس اللي كانت متاكده منه انها لازم تخلص من الخاتم ده النهارده. وصلت القصر ودخلت، بس الباب المره دي كان مفتوح. وقفت دقايق تستناه بس ما لقيتش حد. مسكت تليفونها عشان تتصل بيه، ما حدش بيرد. سمعت صوت التليفون، راحت ورا الصوت ودخلت اوضه كانت عباره عن مكتبه مليانه كتب. مروه وقفت في نص المكتبه، كانت واسعه والرفوف مليانه كتب ضخمه مليانه تراب وكانها ما اتقرتش من سنين. الصوت كان جاي من مكتب كبير في اخر الغرفه. تليفون بيرن لوحده لكن ما فيش حد بيرد. انا بس ايه اللي خلاني اجي هنا؟ هو انا ناقصه يعني؟ غبيه قوي. اوف. اتقدمت ببطء ناحيه المكتب، لمست سطحه بايديها، كان بارد جدا بشكل غريب. بصت على التليفون وهو لسه بيرن، لكن فجاه وقف. كانت هتخرج بس شافت صوره قديمه متعلقه على الحيطه. قربت منها وشافت راجل واقف ببدله كلاسيكيه من زمن قديم وملامحه حاده جدا، لكن كان في حاجه غريبه في عيونه، نظره جامده كانها بتراقبها حتى من ورا الصوره. مين ده وماله بيبص لي كده ليه؟ فجاه اتنفضت لما سمعت صوته وهو بيقول: انت واقفه عندك بتعملي ايه؟ هاتي بسرعه الاكل. لفت مروه وكان شكله راجل عجوز ضعيف، المرض باين عليه. انا جبت لك الخاتم وعايزه فلوسي زي ما اتفقنا. اخد منها كيس الاكل بسرعه وبدا ياكل بشراهه وشاور على المكتب: افتحي اول درج هتلاقي فلوس، خديها. مروه فتحت الدرج وكان مليان فلوس. اخدت فلوسها وكانت هتمشي، بس الفضول خلاها تساله: انت مين بالظبط؟ وقف الاكل لحظه، رفع عيونه وبص لها: انا صاحب كل حاجه هنا وصاحب الخاتم ده من زمان قوي. يعني ايه انت اللي كنت بتملكه؟ ابتسم هارون وهو بيكمل اكله. انا الوحيد اللي يقدر يملكه والوحيد اللي عارف سره الحقيقي. سر ايه؟ الخاتم ده مربوط بروح ملك القصر، كل اللي حاول يحتفظ بيه مصيره كان الاختفاء للابد. انت بتهزر صح؟ جربي تحتفظي بيه يومين تاني وشوفي بنفسك. لا وعلى ايه يا عم، انا ماشيه. ما تروحيش تدوري على سر الخاتم لانه هيدور عليكي الاول. مروه لاحظت ملامح وشه اللي بدات تتغير وكانه بيرجع شاب تاني. قررت انها تخرج بسرعه من المكان ده.
الحمد لله رجعت فلوسي، أنا مش راجعة هنا تاني مهما حصل. عدت الأيام، مروة كانت مشغولة في شغلها ويمكن تكون بدأت تنسى موضوع القصر، لحد ما جالها تليفون، ولما ردت سمعت الصوت اللي كان مألوف ليها، لكن المرة دي كان في شيء مختلف. مروة لازم تيجي، أنا تعبان جدا مش قادر أتحرك. أنت مين؟ أنا نفس الشخص اللي شفتيه المرة اللي فاتت. أنا تعبان جدا، أنا في القصر لوحدي ومحتاج مساعدتك لو سمحت يا مروة. مروة اتفاجئت، كانت عايزة ترفض لكن في نفس الوقت كانت حاسة بحاجة غريبة. ليه بتطلب مني مساعدة؟ ممكن تتصل بأي مستشفى أو أي ممرضة تجيلك. مفيش وقت، أنا مش قادرة أتحمل أكتر، أنا ممكن أموت في أي وقت، ذنبي يبقى في رقبتك. مروة وقفت لحظة حاسة بالارتباك، الصوت فعلا كان ضعيف جدا، كأن الراجل فعلا في أزمة. بعد لحظات من التردد قررت إنها تروح. تمام، أنا جاي عشان أشوفك. شكرا، المكان ده مش هيكون أمان من غيرك. رغم إنها كانت مترددة إلا إنها قالت نفسها إنها تروح. وتاني الحوار، ولما وصلت القصر اتصلت بيه. هالو، أنت فين؟ أنا وصلت. اطلعي في الدور التاني، هتلاقيني في أول أوضة في وشك. مروة طلعت السلم وهي مترددة ودخلت الأوضة وشافته نايم على السرير هزيل مريض. قربت منه. طب اتصل بالدكتور يجيلك ولا أعمل إيه؟ لا مش هينفع، هقولك على شوية أدوية تجيبيها حالا. مروة ما كانتش قادرة تتخيل اللي هي بتشوفه. الراجل كان في حالة صعبة جدا وكأنه بيحاول يقاوم المرض بكل قوته. انت ليه عايش لوحدك؟ ليه ما فيش حد يساعدك؟ الناس كلها بعدت عني وكل اللي حواليا مش قادرين يساعدوني، انتي الوحيدة اللي وافقتي تيجي لحد هنا وتساعديني. طب هقولك على حاجة، انت مش لوحدك دلوقتي، هساعدك، هنجيب الأدوية دي ونشوف لو هكون أفضل. مشكورة، بس في حاجة تانية ولازم تعرفيها، أنا مستحيل أذيكي أو أسمح لحد يقرب منك. مروة سكتت، كانت حاسة إن في شيء كبير وراه بس مش قادرة تحدد ده إيه. في حاجة غريبة بتربطها بيه وبالقصر ده بس مش قادرة تفسرها. مروة راحت جابت الأدوية اللي قال عليها ورجعت بسرعة عشان تديها. لما أخد الأدوية بصلها بنظرة أخيرة وقبل ما ينام، هستناكي بكرة في نفس الميعاد، ما تأخريش. غمض عينه ونام وهي وقفت تتأمله لدقايق قبل ما تمشي. وبعد وقت رجعت مروة البيت وكانت سرحانة بتفكر في اللي حصل، ما بتتكلمش. بقولك ايه، انا اعرفك بقالي سنتين وعمرك ما حكيتيلي عن اهلك ولا عن اي حاجة تخص حياتك اللي فاتت. مروة حاولت تفتكر ولكن قالت مش عارفة، مش قادرة افتكر اي حاجة عن اللي فات، وذكرياتي اخر سنتين هما بس الموجودين. اكيد الحالة دي ليها تفسير في الطب، بيسألي بدل ما نلاقيكي اتجننتي. انا هروح انام، تصبحي على خير. وتاني يوم في نفس الميعاد مروة راحت القصر وقضت معظم اليوم معاه، وهو كان نايم على سريره وهي قاعدة جنبه بتقرا له كتاب. ينفع تباتي هنا النهارده؟ مروة اتصدمت من طلبه. أبات ده ايه؟ لا طبعا. ارجوكي، انا مريض ومحتاج حد جنبي، هديكي كل اللي انت عايزاه. مروة كانت مترددة ولكن مع الحاحه وشكله الضعيف لقيت نفسها بتوافق. تمام، بس هفضل جنبك لحد ما تبقى احسن وامشي على طول. ابتسم ابتسامة ضعيفة وكانت عيونه مليانة شكر. ومروة رتبت نفسها مكان جنب السرير وقعدت بهدوء وهي بتحاول تتابع حالته. كانت سهرانة جنبه طول الليل بتطمن عليه من وقت للتاني لحد ما غلبها النوم وبعدها نامت. صحيت فجأة على صوت تليفونها، كان الاتصال من وعد. الو، ايوه يا وعد. مروة انت فين؟ انت كويسة؟ مروة فركت عيونها بسرعة وردت وهي لسه مش فاهمة ايه اللي حصل حواليها. انا هنا في القصر، كنت مع. لكن وهي بتتكلم لاحظت حاجة غريبة، هارون مش موجود على السرير. ايه ده؟ هو راح فين؟ مش لاقي حد هنا، كان هنا على السرير لسه من شوية. ايه؟ هو مش موجود؟ في ايه يا بنتي؟ مروة قامت من مكانها بسرعة وبدأت تدور في باقي القصر. كل مكان كانت بتدور فيه كان فاضي، مفيش أي أثر ليه. قلبها بدأ يدق بسرعة وكانت حاسة بحاجة غريبة. ده مش طبيعي، ده كان لسه هنا ومفيش حد دلوقتي. أنا ملحقتش أنام. انتي بس لو تفهميني ايه اللي بيحصل ده، انتي بايته فين ومع مين؟ اقفلي وانا لما ارجع احكي لك على كل حاجه. قفلت مروه التليفون وكانت بتتحرك في القصر، ومره واحده سمعت صوت ضعيف جاي من ناحيه الباب الخلفي. راحت ببطء وكان لاول مره تشوفه واقف على رجله ومديها ظهره. قربت منه وهي مصدومه. انت كنت فين طول الوقت ده؟ انت وقفت على رجلك ازاي؟ انا مش فاهمه حاجه. هارون كان واقف من غير اي حركه، عيونه مشوشه وكانه مش في وعيه. انا هنا بس مفيش حاجه، انا مش عايزك تخافي. ايه الكلام ده؟ مش قادره افهم في ايه. انا همشي. مروه، في حاجه لازم تعرفيها، انا كنت عايزه اقول لك على سر خطير. مروه كانت مشوشه من مشاعرها مختلفه وكانت عايزه تفهم كل حاجه.
سر؟ ايه السر ده؟ مروة كانت واقفة قدامه مش قادرة تستوعب اللي بيحصل. قلبها كان بيدق بسرعة، وفجأة ظهر شيء غريب في عيونه. لونها اتغير بشكل غير طبيعي، وأسنانه بدأت تبان بشكل غير مألوف. كان في شيء مش طبيعي، شيء غير بشري. ما تخافيش مني، أنا مش هأذيكي، أنا بحبك من زمان، من قبل أصلا ما تتولدي. شفتك في أحلامي، كنت دايما شايفك. مروة ما كانتش قادرة تنفس وكانت خايفة. هي مش عارفة إذا كانت في حلم أو كابوس. اتأملته لثواني بعد شكله ما تحول من عجوز هزيل ومريض لشاب بكامل صحته وبكامل قوته. انت مش بجد صح؟ انا اكيد بحلم. تعالي هوريكي حاجة مهمة. انا لازم امشي من هنا. مش هتخرجي قبل ما اقولك على كل حاجة، وما تقلقيش انا مستحيل اذيكي. ما انا مش فاهمة، انت عايز مني ايه؟ عايز فرصة، عايزك تسمعيني. انا بقالي سنين كتير هنا وبحاول اجهز نفسي اليوم ده. طب انا ايه علاقتي بيك وبالقصر ده؟ هارون شاور على اوضة. افتحيها وانت هتفهمي كل حاجة. وفتحتها واتفاجئت انها مليانة صور ورسومات مختلفة ليها، والغريب ان هارون كان واقف جنبها بيبص لها بحب. لا لا لا، دي مش انا، ده فوتوشوب، ده باين قوي. لا انتي لو مش مصدقاني تقدري تشوفي الوشم اللي على كتفك. افتكرت مروة الوشم اللي ظهر في كتفها قبل سنتين وما كانتش عارفة سبب ظهوره ايه، وبصت على الصورة كان فيها نفس الوشم. ازاي ده؟ ده ايه ده؟ مين رسم ده؟ انا كنت براقبك من زمان، كنت جزء من حياتك حتى لو مش فاكرة. مروة عقلها كان مشوش وهي بتحاول تفكر في كلامه. هارون قرب منها ومسك ايديها واخدها للجنينة. هنا اول مكان شفنا فيه بعض، هنا وعدتك ان عمري ما هسيبك ولو حتى مرت مليون سنة. مروة غمضت عيونها وبدأت تشوف مشاهد وكأنها عاشتها فعلا وهي واقفة مع هارون. بس الغريب انهم كانوا في زمان تاني غير دلوقتي. انا عارف ان انتي ممكن تكوني مش فاكرة، بس انا وانتي يا مروة مش بشر. انا الملك هارون، ملك السبع وديان، وانتي زوجتي الاميرة شفق. مروة كانت مصدومة مش قادرة تستوعب، وفجأة بحركة سريعة لبسها اتبدل وكانت لابسة فستان جميل وعصري. انا وانتي جينا هنا واتحكم علينا ان احنا نعيش وسط البشر. انتي قضيتي فترة عقوبتك مش فاكراني، وانا هزيل ومريض ومش قادرة اقرب منك. مروة فجأة الذاكرة رجعت لها وبدأت تفهم كل حاجة، وافتكرت انها فعلا اميرة واتجوزت هارون بدون موافقة اهلها، وده تسبب لنفيهم بعيد عن المملكة. ازاي انا جيت هنا وعشت هنا وما افتكرتش اي حاجة غير دلوقتي؟ انا اللي عملت لك مسح للذاكرة عشان كنت بقضي فترة عقوبة وخلاص انتهت. كنت خايف ترجعي تدوري عليا وينو حياتك وما اقدرش احميكي. كنت دايما بحس ان في حاجة بتشدني ليك وكأني عارفاك من سنين رغم اني ما كنتش فاكرة اي حاجة. الحب اللي بينا كان دايما بينتصر مهما حاولوا يفرقوا بينا. هارون اخدها ورجعوا القصر والاتنين بدوا ينظفوه عشان يعيشوا فيه. ومروة غيرت كل حاجة من العفش للون الحيطان لكل حاجة. فاتت الأيام ووعد جت عشان تزورها. هو ده القصر يا بنت اللذينة؟ بقى تتجوزي وما تفكريش حتى تعزميني؟ ماشي. معلش يا وعد، انت عارفة ان انا ما عنديش اهل عشان كده يعني ما عملتش فرح. طب وفين عريسك؟ انا عايزة اشوفه. هو اسمه ايه؟ هارون، اسمه هارون، بس هو مش موجود دلوقتي، هو في الشغل. وبعد كام ساعة مشيت وقتها هارون جه. انا كان لازم ما اسمعش كلامك، كان لازم تفقد الذاكرة. هي كده ممكن تكتشف ان انت مختلفة وتبقى خطر علينا. دي صديقتي الوحيدة واللي بقيالي، واطمن وعد مش هتقدر تستوعب ان انا ممكن اكون من عالم تاني. عمري ما كنت اتخيل اني ممكن احب حد كده، وانا قوتي مش بتكمل غير بقربك انت. انا بحبك قوي وانا بعشقك. ولحد هنا خلصت القصة خالص. ولو عجبتكم اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد. بحبكم قوي، مع السلامة.